المقولة الشهيرة، هو ليه الأهلي ما بيروحش يلعب في إسماعيلية؟ سبحان الله، جمهور الأهلي قاعد كده بيستمتع وبيلاقي حقه بيجي وهو قاعد لحد عنده، وبيلاقي نفس الجماهير اللي بتروح وتحفل وتتريق. هو ليه الأهلي ما بيروحش يلعب في إسماعيلية؟ قاعدين دلوقتي وبيعانوا وبيقولوا إحنا ما ينفعش نروح نلعب في إسماعيلية تاني، جمهور الإسماعيلية ده لا 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 وحش. ليه بقى يا معلم؟ شفت النهارده الزمالك والاسماعيليه اهو الاسماعيلي ولاد العم حبايب، قلة أدب وشتايم وضرب، وجمهور الإسماعيلي بيضرب في جمهور الزمالك. أهي مباراة ملهاش أي علاقة بالأهلي. يا عم سيبك من النهاردة الزمالك والإسماعيلي، قبل كده لسه من فترة قريبة الإسماعيلي والمصري، مباراة ملهاش أي علاقة بالنادي الأهلي. إسماعيلي ومصري حبايب، دول حبايب قوي بقى، وخط القناة والدنيا إيه جميلة قوي ما بينهم، ولكن برضه جمهور الإسماعيلي يضرب جمهور المصري، والاتنين بيضربوا بعض، وشتايم وقلة أدب وأحداث مؤسفة. وفي النهاية تلاقي بعض الجماهير المحنكين بقى، سواء جمهور الزمالك او جمهور المصري او اسماعيلي، وكلام استفزازي يوجهوه لجمهور الاهلي. هو انتوا ليه ما بتروحوش تلعبوا في اسماعيليه؟ اصل اسماعيليه دي للرجاله بس، اللي بيدخلوها للرجاله بس. ادي يا عم الرجاله لما بيدخلوها بيتهانوا وبيتضربوا وبيتشتموا وبيتقل بيهم حرفيا من جمهور متعصب بعيد عن الكوره. لكن في الحاله دي تخيل انت زمالك ومصري اللي هم حبايب الاسماعيلي قوي بيروحوا وبيتهانوا كده وبيتضربوا كده. امال لو الاهلي راح هناك هيحصل مجزره تاني زي ما حصلت في بورسعيد في 2012. يا ريت نفهم ويا ريت نعقل الكلام وبطلوا كلام استفزازي. ادي اهو جمهور الزمالك النهارده عمال يشتم في الاسماعيلي وفي جمهور الاسماعيلي، لان احنا شفنا احداث مؤسفه برضو النهارده، ودي اخلاق جمهور الاسماعيلي. ولكن جمهور الاهلي او النادي الاهلي ما ينفعش يلعب في اسماعيليه تاني ابدا.